طريقة عرض الرسائل على شاشة الأوتلوك. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الدرس هيتكلم عن ازاي تقدر تعرض الرسائل بطرق مختلفة وبأشكال مختلفة تلائم النشاط اللي انت بتشتغل بيه وتلائم البيزنس بتاعك او طريقة دراستك او ما الى ذلك. يعني بعض الناس بيقولوا ان احنا عايزين نعرض السبجكت الاول، عايزين نعرض فروم الاول، عايزين نعرض ريسيفد بتاريخ كام، عايزين نعرض في شكل جروبس. لكن واحنا جوه تابة الفيو يعني يتطلب علينا بشكل سريع نعمل مراجعات صغيرة للبان دي او النافيجيشن بان. قبل ما نبتدي الموضوع عايزين ننوه على ان باذن الله في نهاية الفيديو هنعلن عن مسابقة الشهر، وهي مسابقة اعتقد ان هي هتعجب الممبرز عندنا بشكل كبير، فتابعونا لنهاية الحلقة. احنا لما بنيجي نبص كده على النافيجيشنز اللي في الشكل دوت هنلاقي في حاجة اسمها نافيجيشن بان. نافيجيشن بان دي لو هي متعلم باي ديفولت على النورمال بالشكل الطبيعي على النورمال، لكن ممكن اشيلها. ممكن اقول له اوف كده. انا شلت النافيجيشن بان اللي كانت موجوده هنا، اللي هي بيبقى فيها ايه؟ هخليها في المينيمايز. بصوا ظهرت بشكل صغير ازاي. ممكن اكبرها بالدراج، وممكن اقول له من نافيجيشن بان اظهرها لي بشكل نورمال. طب تعالوا نبص بسرعه على مكونها اي عدد من الاكونتس او الايميلات بتاعتك بيكون موجود هنا، وكل واحد منهم بيكون تحتيه مجموعه البوكسز بتاعته اللي هي عباره عن ايه؟ الانبوكس، الدرافت، سند ايتم، الديليت ايتم، الجانك ميل او بوكس، الار اس اس فيدز، السيرش فولدر، وهكذا. نقدر نقفل الاكونت بالشكل ده وبنقدر نفتحه بالشكل دوت. طيب هنا هعدي مرور الكرام كده بسرعه على الايتمز. لو جات لك رساله هتجيلك في الانبوكس. لو جات لك رساله وما اتقريتش هيبقى 2 باللون الازرق اللي هم بنسميهم unread messages موجودين جوه الانبوكس. اول ما نقرا ادي واحده، ادي الثانيه، ادي واحده، ادي الثانيه. طب وقفت هنا لقيته على طول اول ما هيقراها هفتحها وهقراها. هنا المفروض يقول لي I have one read message في الانبوكس. في الدرافت دي رسائل اللي لسه ما طلعتش من الجهاز وانا لسه بعدل عليها وبعد كده هبعتها. طب السند ايتم اول ما بتبعت الرساله بتاعتك تقول له سند على طول بتجري على الاوتبوكس، وبعد ما تخلص من الاوتبوكس طلعت من الجهاز تجري على طول على مين؟ على السند ايتم. نجرب بسرعه كده. وانا جوه الهوم هقول له نيو مسج وهقول له انا هبعت رساله لتست 2، تمام، وهنسميها فيو 2. فيو 2 تمام. ده وهكتب جواها تا 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 اي موضوع اي حاجه وهقول له سند. خلي بالكم بقى، عايز عينيكم دايما تجري معايا في الجزئيه دي. شايفين الاوتبوكس الفاضي قدامه ده وشايفين السند ايتم. انا اول ما هقول له سند على طول هي راحت فين؟ هنا اهي 1 خلصت طلعت من الجهاز. بقت فين؟ بقت في السند ايتم اللي هي فيو 2. شفناها؟ يبقى رساله اول ما بقول له سند بتروح على الاوتبوكس وبعد كده بتطلع جاري على السند ايتم. طيب ايه الديليت؟ اي رساله مش عجباني بضغط عليها ديليت بتروح على الديليت ايتم. لكن وممكن ارجعها تاني للانبوكس لكن او للسند. لكن لو انا عملت لها ديليت من هنا من جوه الديليت ايتم خلاص راحت مني. طيب الجانك في رسائل غير مرغوب فيها. الاوفيس او الاوتلوك بيفهم على طول ان هي مش مرغوب فيها فبيحطها لك جوه هنا. وبعض الاحيان بيجي لنا رسائل، الرسائل دي بيكون انا عايزها ومستنيها بس هو فاهم غلط فباخدها من الجانك، باخدها سحب وافلات، اخدها اسحبها واوديها على فين؟ على الانبوكس عشان هو يفهم بعد كده ما توديش الرساله دي جوه الجانك ايميل. طيب احنا اتكلمنا خلاص على الاوتبوكس. الار اس اس او الار فيدز دي يا جماعه عباره عن الرسائل اللي انت تقدر تقول انا عايز طبعا دي رساله اللي جت دي اللي انا لسه باعتها، جت على التست 2 وده النوتيفيكيشن بتاعها. تقدر طبعا تخلي النوتيفيكيشن ده باي ذا واي ان هو يكون مزيكا اللي انت بتحبها. لما يجي لي من عند فلان الفلاني تجي لي السلام الجمهوري ايا مكان، يعني تقدر تعمل ده. لو انتوا حابين اقول لكم ازاي ابعتوا لي على الخاص او ابعتوا لي على الكومنتس. نرجع تاني للفيدز. الفيدز دي هي عباره عن
موجز اخبار البي بي سي، موجز اخبار اي وكاله اخبار، موجز اخبار النادي اللي انت بتحبه. هم بيبقى عندهم اللينكات بتاعه الار اس اس فيدز للانباء، باخدها واحطها هنا جوه الاوتلوك. وبرضه لو حابين نشرح ده ازاي قولوا لي في الكومنت، اقول لكم ازاي تحطوا الاخبار اللي بتيجي في جوه نشرات الاخبار تجي لكم على الايميلات بتاعتكم على طول اول باول. طيب احنا هنا عايزين بقى نجري نلحق نكمل بقيه موضوع حلقتنا بشكل سريع. احنا بنتكلم عن الفيو وهنعمل له حلقه تانية طبعا. ريدنج بان، بدايه الريدنج بان هو الجزء اللي بيبقى موجود عندي في الرايت عشان اقرا الرساله اللي انا هقف عليها. طيب بلاش رايت، في البوتن عشان اقرا الرساله اللي انا هقف عليها، او انا مش عايزها اصلا تكون ظاهره. يبقى انت ليك ان انت تظهر رايت نص الرساله، او تظهر في البوتن تحت الرساله. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا عندي الفيو بتاعي عباره عن from subject review category، واقدر اقول له كليك يمين واعمل لي الترتيب بتاعي by date، from، by to، by flags، by subject، by type، by attach، by accounts. نقدر نعمل باي ده كله. نقدر نقول له ان انا هسورت او هشوف الكلام ده باي جروبس، اعملها لي جروبس. ايه اللي اتقرا وايه اللي ما اتقراش، ايه النهارده وايه اللاست ويك وايه الثيرزداي وايه الاخر 2 ويكس. اقدر اقول له رجعها لي تاني الشكل النورمال، ما توريهانيش في الشو ان جروبس. واقدر اقول له ادهاني بالشكل الكومباكت. بص رتبها لي زي today، yesterday، Thursday، وبعد كده ابتدى last week، last 2 weeks. طب ادهاني بالشكل السنجل. طب ادهاني بالشكل البريفيو، وبيظهر لي معاها الجزء من رايح فين وجاي منين ومكان مبعوث لمين وهكذا. ده الجزء الاولاني اللي احنا محتاجين نبص عليه. طبعا احنا محتاجين نتكلم على الجزء دوت في شاشه الفيو. محتاجين برضه نقول لو انا هشو از كونفرزيشن، وهنا هقول له طبق لي الرول ده على all folders، ولا على الفولدر ده بس، لا هقول له all folders. هيقسمها لي كونفرزيشن. بصوا انا عايز الميل ده وريني الكونفرزيشن بتاعه رايح جاي اللي انا بعته، والرد بتاعه وريني الكونفرزيشن ده اللي رايح وجاي، يجمع لي كل الداتا باي كونفرزيشن اللي رايح واللي جاي. او هقول له رجعه لي تاني كله وشيل لي موضوع الجروبس. تمام، ده موضوع حلقتنا النهارده. بالنسبه بقى للمكافاه بتاعتنا او الجوائز بتاعتنا، الناس اللي بتعمل سبسكرايب لازم يكون ليهم جوائز عندنا كويسه وقيمه. طبعا احنا بنبعت الايميلات بتاعتنا اما بتكون ياهو، يعني محمد@yahoo.com، علي@gmail.com. طب لو انت عايز تعمل الايميل بتاعك ايميل مدفوع @ondashnail.com وتحطه على الاوتلوك زي اللي احنا بنعمله دوت، ويكون برقم الموبايل بتاعك، يعني 012 77 80 90 @ondashnail.net. اللي عايز كده واللي حابب كده يعمل سبسكرايب ويبعت لنا على الخاص او يبعت لنا في الكومنتس واحنا نكريته ونبعته له. اتشرفت بيكم، ودي نهاية الحلقة، ودمتم في امان الله.